السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في مطبخ وحلويات أم سليمان نحضر معكم بغرير بالسميد فقط. جي بزاف هايل ونديروه سهل ماهل، توجديه في ظرف زمني قصير ويجيكم ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجي مثقب ويجي خفيف بزاف هايل وما ياخدش كاع الوقت. نبداو بالوصفه تاع اليوم. نبداو بسم الله. هنا في ريسيبيون عندي 3 كيسان تاع السميد، يكون متوسط، السميد اللي نخدمو به الكسرة ماشي رقيق. نغرب لهذا السميد هنا عندي مغرفة تاع الأكل السكر، مغرفة تاع الأكل خميرة الخبز. نخلط هذه المكونات، 3 كيسان سميد، مغرفة تاع الأكل خميرة الخبز ماشي معمرة مليح، مغرفة تاع الأكل السكر حبيبات، نزيد الماء يكون دافي، نديرو 4 كيسان تاع الماء يكون دافي. دايما نخلطو بالمغرفة هذه المقادير. نشوف الخليط يجيكم سائل واللون تاعو صفر. كي نخلطوه بالبراميكسر يولي لكم بيض. هنا نديرو الملح، ما تنساوش الملح، مغرفة صغيرة تاع القهوة ملح. نبداو نضربو بالبراميكسر لمدة 5 دقائق حتى تشوفوا الخليط تاعكم ولا بيض وتشكلوا بزاف الفقاعات فيه، تماك تلحقوا الوقت اللازم باش تحبسوا. هنا اسهل بغرير توجديه في وقف. هاد الوصفات اللي نديروهم بالبراميكسر تم يوجدوا، ما نعجنوا ما والو، البراميكسر يخدم شغله. انا شوفوا خبطوه سي تعاودوا تميلوا البراميكسر هكذا باش تشكلوا كميه، تدخلوا كميه كبيره تاع الهواء في البغرير باش يجيكم مثقب ويجي خفيف. نقعد لكم هكذاك لمده 5 دقائق وانتوما تخبطوا في هاد العجينه. العجينه تاع البغرير تجي دايما سائله ما تجيش ثقيله. هنا بعد ما خلطناه مليح بالبراميكسر نزيدو 2 باكيات تاع خميرة الحلويات اللي كل وحدة فيها 10 غرام، يعني نديرو 20 غرام تاع خميرة الحلويات. بعد ما نديرو خميرة الحلويات نزيدو نضربوه شوية حتى تدخل هذيك الخميرة مليح في الخليط. وشوفوا كيفاش يولي اللون تاع الخليط تاع البغرير يبيض معاكم وتشكل فيه بزاف نبابل. تماك تلحقوا النتيجة مليحة باش يجيكم البغرير تاعكم مثقب. هنا من بعد نخليه يريح هكداك شي 5 دقائق لطولي تسخن المقلة ولا لاكريبيير واش عندكم في الدار. تمسحوها بشوية زيت، تخلوها تسخن مليح وتمسحوها بالزيت وتبداو طيبوا. هنا هاد المقادير مضبوطة يجيكم البخرير ما شاء الله.
هنا كي نطيبوهم، شوفوا دوك نقرب لكم الكاميرا تشوفوا كيفاش يجي مثقب. شوفوا كيفاش يجيكم، يجي مثقب ما شاء الله، وياخذ لتحت اللون الذهبي اللي السكر اللي درناه، السكر اللي هو يخلي البغري يجيكم محمر من تحت. هنا شوفوا النتيجة بعد ما طيبناه كامل، شوفوا كيفاش يجي بزاف خفيف ويجي مثقوب كامل وياخذ اللون الذهبي. هنا انا درتهم بالزيت الزيتون، كاين ناس يحبوهم بالزبدة مع العسل، كاين ناس يحبوهم يديروا زيت زيتون مع السكر، كل واحد كيفاش يحب البغري تاعو. هنا الوصفة ناجحة 100%، مقادير مضبوطة. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة تاع اليوم وتحضروها في ديوركم. الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.